السيد بيحاول هجوميا هو احمد حسن، وادي خطيره، والهدف الاول. الهدف الاول لسه بقول لحضراتكم بيفكر خطأ قاتل قاتل قاتل. عرف السيد بيحط الجول الاول. لحظه ارتباك شديده جدا من دفاع النادي الاهلي وارجاع الكره بطريق الخطأ تماما تماما. تتحط يعني مع الدقيقه 10. شوفوها تاني مع الدقيقه 10. عرف السيد بيجيب هدف. ادي الكره اهي قصيره تمام. طلع شريف يحاول ياخدها. هنا سعد بيحاول لكن بعدت تمام تمام تمام. ادي الكره اهي. وادي الخطأ كان من احمد صديق. رجع الكره قصيره، كان عايز يرجع ارض بعد ارتطام مع شوقي السعيد. الى خارج الملعب كل اللاعبين باستثناء محمد بركات اللي بيتقدم. حط الكره على الارض عشان يثبت الكره. عامر فارد ايديه كده على طريقه الطائر ليحلق يمينا او يسارا حسب توجيه الكره من بركات، ولكن بركات يعني يدقق النظر ويتقدم. بركات يتقدم وبالهدوء وبالرزانة وبخبرات السنين مع سجدة شكر. بعض الجماهير عادوا إلى الشرفة التي كانوا قد عبروا منها باتجاه خروج من الملعب، لكنهم شاهدوا ركلة الجزاء وصفقوا لبركات وانصرفوا. إذن هي مباراة للتاريخ بالمناسبة، لأن لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية إن مباراة ممنوع دخول الجمهور فيها حسب لائحة البطولة. أدي بركات يا ولد بخبرة السنين. بركات بيحط الكرة على طول مع الدقيقة 18. حمراء أو السحابة الحمراء كان في الله. هي المتعة تبدأ كما ذكرت لحضراتكم. وعبد الظاهر مع مين؟ عبد الظاهر الرأسية الجميلة بتاعت شكري العرضية، يضع الكرة يسكنها في الشباك. إذن أحمد عبد الظاهر يصحح الأوضاع للنادي الأهلي مع الدقيقة 21. نفس رقم قميصه. ادي تاني شكري ملعوبة بيقوم بالمهام دي بدلا من مين بقى؟ بدلا من احمد شديد يناوي اللي قاعد على مقاعد البدلاء النهارده. محمد يوسف بيدي الفرصة لسيد معوض العائد من إصابة عشان يجهز نفسه. شخصيا أتمنى أن أشاهد في هذا اللقاء حسام غالي. دايما بحب اللعيب اللي راجع من إصابة ده بيبقى عطشان كورة. استلام بقلشة كده لكن ترجع مرة مع الأهلي. شهاب بيفكر في التسديد، لم كورته وعدى وحطها حلوه. مفيش تسلل وعرضيه جول. العرضيه لورا كانت لازم تبقى لقدام، انما السقوط على الارض لسه موجود. مين بيسدد في جول؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حلوه يا شهاب. وبيدي الكوره بيهدي لمين؟ مش شايفين. بيقول لحد وحشتنا. بيقول لمين وحشتنا؟ بيقول البركات. بيديها كلهم لابسين تيشيرت بركات. وحشتنا يا بركات. بيضغطوا عليه عايزينه يكمل معاهم. سعد سمير وشهاب الدين احمد اللعيبه لابسه تيشيرت ابيض كشف عنه بعد هذه الكره. ادي الكره هنا يعني دخل على طول بباطن القدم اليمنى. لعبها كانت عايزه لقدام لكن رجعت لورا. هنا سعد لكن رجع تاني شكري. حط الكرة على طول بباطن القدم اليمنى. ادي تاني الصراع. شوفوا الصراع. افتكاك الكرة كان من احمد غانم لكن راحت وعلى طول احمد مانجا هو اللي حط الكرة في الجول. احمد نبيل مانجا مع الدقيقة 30 لبلاده. ورجع مرة تانية للجونة. لمسة وتحضير كده للنادي الاهلي. يستلم شهاب بيفكر هو في التسديد. يلا انت مدفعجي. الرابع. يا ولد يا جماله فعلا جميله الكوره. جميله. مفيش كلام. حلوه حلاوه مفيش كلام. شوفوا حضراتكم الراجل طلع. شفت يا شهاب لما بتهدى بتعمل ايه؟ بقول لك سدد انت مدفعجي، انما لعبها بالعقل وخدها وحطها بطريقه حلوه قوي. يقول لك الشوط الثاني يطلع كده. لا، مع الدقيقه 89 مع الدقيقه 90 بالضبط
شهاب الدين احمد مع الدقيقه 90 بالضبط او الدقيقه 45 وزمايله بيسقفوا له بيحيوه. حلوه حلوه حلوه، ودي اعلى نتيجه في مواجهات الفريقين، ودقيقتين زي ما قلت لحضراتكم.